اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى في نهار اخر من رمضان. نتمنىكم تكونوا مزيان على خير وبخير. في هذا الفيديو كما العاده غنشارك معكم نهاري كيفاش شنو وجدت الفطور ولا مائده الافطار ديالي، شنو وجدت للسحور، وكذلك شنو وجدت للعشاء اللي كيكون وراء المغرب. فاذا كانت اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا بها مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تخليو لايك لا فيديو اذا عجبتكم وكومونتير كذلك. فغنخليكم على واحد المقادير باش ديروا لها سكرين وتحتفظوا بها، وندوزو نشوفوا الطريقه مع بعض. فخليت لكم فرجه ممتعه. فعلى بركه الله، اول حاجه غنبداو بالتحليه. اذا كانت عندي شي حاجه غنخدمها المائده الافطار كتاخذ الوقت فكنبدا بها، لكن ملي كتكون عندي شي حاجه اللي هي خفيفه فكنوجد بسرعه بحال هكا لو فلون التحليه ديالتي هي الاول وكنحطها في الثلاجه. انا هنايا استعملت لو فلون العادي، كان دائما كندير 3 فيترو اولا كندير 1.5 في نص سيترو دائما. هذه هي القاعده ديالي في الفلون. وبالنسبه للسكر كندير 3.5 حتى ل 4 اذا كنتو كتعجبكم الحلاوه. غادي ندير الكميه ديال الحليب وغنخلط كلشي على البارد، ونوضع بطريقه عاديه على الغاز ديالي مع التحريك من حين لاخر حتى كيسخن الخليط وكنزولوه. دائما الا بغيتوا تفرجوا السلسله كامله اللي كنحط لكم التحليات اللي شاركت معكم في هذا رمضان هذا، فما عليكم غير تدخلوا للسلسله كامله ديال نهار من رمضان باش تلقاو جميع الايام اللي خدمتهم سواء هذا العام او السنوات الماضيه. من بعد ما اسخن الخليط فغنصبو في الكؤوس اللي بغيت نقدم فيها التحليه، او ممكن توجدوا الكراميل ديروا كراميل الاول عاد ديروا لو فلون ديالكم، اولا توضعوه كما العاده بطريقه عاديه ونحطوه في الثلاجه باش يتماسك معنا. وندوزو دابا نوجدوا الحشوه اللي غنصيبوها للبريوات ديالنا. بالنسبه هنايا الحشوه بزاف الاخوات اللي كانوا كيسولوني شنو هي الحشوه اللي تكون سهله وما كتاخذش وقت كتير وكتكون في نفس الوقت اقتصاديه. فانا كناخذ الخضره، كنقطع الخضره كما بغيتو. انا درت الجزر الفلفله والبصل وكنقليها مع شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه والبزر، لا اقل ولا اكثر. كناخذ الشعريه كنقدها في الماء يكون مملح، وكناخذ الطون وعلبه ديال الطون. انا دائما كنستعمل صراحه ديال الزيت ولكن ما توفرتش عندي فاضطريت انني نستعمل هذه ديال المطيشه، لكن كما لاحظتوا انا صفيتها مزيان مزيان وفي نفس الوقت صراحه جات زوينه وعطات اللون للبريوات بلا ما ندهنهم بالزيت مخلط مع التحميره، فجاو زوينين. بالنسبه للحشوه غنخليها حتى كتبرد، والشعريه الصينيه نخليها حتى تستقطر مزيان. غنقطعها شويه بالمقص ونضيفها الحشوه ديالتي مع الزيتون الاخضر، ممكن تقطعوه ممكن تخليوه كما هو. غنحاول ندمج هاد المكونات مع بعض مزيان مزيان حتى يندمجوا وتكون الحشوه بارده. دائما انا كندير واحد الكتانه تحت من المقلاة باش الا كانت شي زيت كتنزل، ولا ديروها في صفايه باش كتتاكدوا بانها ما فيهاش الماء ولا ما فيهاش الزيت بكثره. فغادي ناخذ الورقه ديال البسطيله. انا صراحه هنايا كانت قادت لي فاستعملت الورقه ديال اللي كتكون جاهزه كتباع في العلب البلاستيكيه. فهذه صراحه كتكون يعني ما كتفزك ما كتعفن ما كتجيش مقرمشه بحال ديال البخار، فهي كتجي احسن. انا استعملت هنايا بريوات هما كبارين في الحجم. وهنا الطريقه ديال الطويه ديالي اللي ديما كنشاركها معكم، انني انا كندخل داك المثلث اللي كيبقى في الاخير لداخل على هذه الطريقه هذه. ممكن ما تستعملوش بياض البيض، ممكن ديروا شويه ديال بياض البيض، وهكا كنكونوا سالينا حتى كيوصل الوقيته ديال المغرب كندخلهم الفران. بالنسبه هنا للعشاء، هذا هو العشاء المفضل عند وليداتي. كندير البصله وقزبر معدنوس وطماطم كنطحنهم اولا كنقطعهم صغارين بزاف. انا هاد الاداه كما قلت لكم في فيديو سابق راه كنجبدها من رمضان لرمضان، لان صراحه كتهنيني من التقطاع وكلشي كيتقطع في دقه واحده. والثمن ديالها رخيص، كنظن 50 درهم اولا 60 درهم، يعني حاجه اللي هي بسيطه واقتصاديه. غادي نجيب طاجين اولا مرميطه اولا مقله تكون كبيره ديال البايله، يعني عندكم الاختيار. كنوضع هذا الخليط هذا بين البصله مقطعه وطماطم وكذلك القزبر معدنوس، وغادي نوضع شويه ديال العطريه اللي غنوضع في هذا الخليط. هو نيت اللي غنوضعوا للكفته ديالتي. الكفته انا ما درتلاش بطبيعه الحال الطماطم، فقط درت لها شويه ديال البصله شويه ديال القزبر معدنوس، وغادي نضيف ليها نفس العطريه اللي هما شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الخرقوم شويه ديال التحميره وشويه ديال السكينجبير.
بالنسبه هنا العطريه كتبقى على حسب الرغبه. انا شاركت معكم فقط شنو درت انا، وبلا ما نساو زيت الزيتون. بالنسبه للاخوات اللي بزاف كيسولوا على زيت الزيتون واش ما كيجيش الطعم ديالو مر او لا، على حسب النوعيه اللي عندكم. فانا النوعيه اللي عندي جيده وكتكون خفيفه، فكنطيب بها يعني كتجي الماكله بها طيبه. كنوضع 2 اوراق ديال الغار اولا ورقه سيدنا موسى مع الطماطم، وكنوضعها على عافيه حتى داك الطماطم كيطلق الماء ديالو كيتبخر. يعني انا ما كنمرقش في الاول حتى الاخير عاد كنمرق، كنخليها بحال اللي كيتقلاو مزيان باش ديك البصله كتنزل، ديك الطماطم حتى هي كتنزل. والطماطم راه وضعتها بالقشر ديالها، انا ما قشرتهاش عفوا، ولكن نتوما عندكم الاختيار، راه ممكن تقشروها. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش القشره راه اصلا ما كتجيش باينه في لاصوص ديالتنا. كنصنع من الكفته كرات صغيورين، وهنا من بعد ما تقلات لي كنجيب المرق اولا الماء كنضيفو على هاد الخليط اللي عندي، وكنضيف ملعقه صغيره ديال طماطم مركزه. هنا الطماطم المركزه كتبقى اختياريه، ممكن ما ديروهاش، ممكن ديروا شويه ديال لاصوص طوماط الجاهزه. انا كنفضل هاد الطريقه، وكنوضع الكرات ديال الكفته وكنحركهم غير بهاد الطريقه وحتى كيقرب يطيب. عاد كنهرس فيه واحد البيضه في الوسط، كنخليه 5 دقائق وكنقدمو. ندوزو للعصير ديالنا، واللي وضعت فيه صراحه اللي كان لذيذ بزاف. كنوضع فيه الكميه ديال السكر على حسب الرغبه، يعني نتوما جهدكم. انا درت هنايا 3 كنظن اولا 4 مع ياغورت مسوس. اذا درتو ياغورت مسوس فديروا 4 ديال المعالق، الا درتو دانون حلو طبيعي بالسكر فديروا 2 اولا 3 كيكونوا كافيين. انا وضعت هنا قطعه صغيره من البربه ما درتش كبيره باش ما تجيكمش مجهده، وحتى الدراري حيت ما كتعجبهمش من كتكون مجهده. فنكونوا صريحين، الطريقه ديال العصير ديال البربه اللي كتكون فيه البربه موف بزاف، العصير تيجي شويه ثقيل ما تيبغيوش الدراري، عكس هذا فتيبغيوه لان تجي خفيفه ونسمه خفيفه، ما كيعرفوش نهائيا واش فيه بربه ولا فيه حاجه اخرى. كنوضع قطعه صغيره من البربه اللي سبق لي وسلقتها وصفيتها، كنوضع معها 2 علب ديال الياغورت طبيعي بالسكر، ممكن تستعملوا ياغورت ديال الفاني، وكنوضع الكميه ديال السكر على حسب الياغورت اذا كان حلو اولا اذا كان مسوس، وكنضيفوا الكميه ديال الحليب على حسب الختوريه اللي بغيناه خاطر فنضيفوا نديروا القليل، بغينا خفيف نديروا كتير، وهكا كنكونوا سالينا العصير ديالنا. الطبيله ديالتنا ديال اليوم هي هذه، صايبت معكم بريوات. شوفوا كي كيجيو محمرين، هذاك الطماطم اللي كاين في لاصوص ديال الطوماط اللي كاينه في الطون كتجي فيهم فنه، كيجيو مقرملين، كيجيو غزالين. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وهذه الحشوه هذه، انا متاكده انها تعجبكم. العصير كذلك والطويجين ديالنا كذلك. فكما العاده نتمنى انكم تخليو لايك للفيديو مع كومونتير وتعليق وشير مع الاحباب ديالكم ومع الاصحاب ديالكم باش تعمل فائده على الجميع وتاخذوا افكار جديده وافكار اللي غادي تفيدكم وغادي تعاونكم في الضيافه ديالتكم. فخليت لكم الراحه.